مساء الخير أيها الحضور الكرام. من خلال عملي في المكتبة الإذاعية كنت أقدم قائمة بأسماء المواد التي كان يريدها الأستاذ ضيف البرنامج من مؤثرات إذاعية وأغاني وموسيقى. من المسرحيات التي اشتهر بها وابدع بها لا صار ولا دائرة، حائط صيص، الخيط والعصفور، فكانت له مساحة واسعة آنذاك في تقديم البرامج وإعداد الفقرات التي كانت تحتاجها هذه البرامج. من المفارقات التي كانت آنذاك في يوم من الأيام وفي الساعة 2 ليلاً أتاني الأستاذ محمد حسين عبد الرحيم مع المخرج الإذاعي المعروف خطاب عمر، فكانوا يحتاجونه من مواد إذاعية، فقلت لهم تحتاجون يعني أقفت فقرة يعني ناقص عندكم؟ قال لا ما نحتاج أي شيء، على خذ راحتك. بعد ربع ساعة دق التليفون وإذا بالأستاذ محمد حسين عبد الرحيم يتصل بي يقول لي أستاذ محتاج شيء مادة يعني إذاعة؟ قال لا أنا أتأكد إنك نائم بعدك يعني قاعد وخذ راحتك. فهي ما انساها طول حياتي، موقف يعني مع الأستاذ محمد حسين عبد الرحيم. اليوم قعدت الساعة 3 بالليل. نعم؟ قعدت الساعة 3 بالليل. بالثلاث بالليل. تعالوا عندي سؤال، قال قول هاي الشيء شنو معنى جعمقة؟ ايه جعمقة بسيط، مفردات يعني نتناول بها ليلا يعني. تحياتي وامنياتي للاستاذ ضيف الملتقى، العمر الطويل والابداع المتواصل، وشكرا لكم ايها الحضور الكرام. شكرا للاذاعي راد علاوي سلمان. المداخله